ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. عايزين نشوف كده مع بعض مجموع النقاط اللي احنا جبناها في الجولة الأولى، هل هي كويسة؟ يعني في ناس جابت 60، في ناس جابت 80، في ناس جابت 100 نقطة، في طبعا الأوائل على العالم 127 نقطة. عايزين نشوف مع بعض يعني مجموع النقاط اللي احنا جبناها في الجولة الأولى دي كويسة ولا يعني نقط مش كويسة. اول حاجه يا شباب عايزين كده نبص مع بعض كده على الاحصائيه اللي قدامكم دي. احنا الاول على العالم اخر موسمين كان بيجيب 2815 نقطه. طبعا يا شباب زي ما اتفقنا قبل كده وقلنا احنا لو قسمنا ال 2815 نقطه اللي جابهم الاول على العالم على ال 38 جوله اللي لعبهم، هنلاقي ان هو في معدل كل جوله عشان يقدر يوصل للاول على العالم المفروض ان جايب يعني 74 نقطه. طبعا دي يا شباب كان على النظام القديم اللي قبل ما تتغير بعض القوانين ان المدافعين لها نقاط زياده، ما اعرفش مين ليه نقاط زياده. المهم خلينا نطبق القاعده دي على الموسم الجديد اللي هو موسم 25 26. ولنفترض مثلا ان المفروض يعني الاول على العالم الموسم ده هيجيب 2900 نقطه، ده الطبيعي يعني هو مش هيزيد عن كده ولا هيقل عن كده، لان هي المفروض ان كل سنه بتمشي كده. فلو افترضنا ان الاول على العالم هيجيب 2900 نقطه، اذا لو قسمنا ال 2900 نقطه على 38 جوله، المفروض ان الراجل ده هيطلع في كل جوله ب 76 نقطه. طيب تمام، معنى كده ان 76 نقطة دي حاجة مميزة. طيب خلينا نشوف مع بعض كده، يبقى من خلال الإحصائية دي يا شباب نفهم ان الراجل اللي جايب 76 نقطة بس بدون ما يكون استخدم أي خواص. لأن أنت لو استخدمت أي خواص وجبت 76 نقطة فأنت خسران. وهقول لك ليه أنت كده خسرت في اللعبة. حتى الناس اللي جابت 100 نقطة في أول جولة واستخدمت بنش بوست، استخدمت طبعا تريبل كابتن، هي الحاجتين الوحيدين اللي يخليك توصل للرقم ده. انا شايف ان هي حاجه مش كويسه، لان احنا بتقابلنا بصراحه مباريات دبل جيم ويك بتجيب نقاط اكتر من كده. فخلينا نشوف مع بعض مثلا اللي هم اول ثلاثه على العالم. انت عندك اول واحد يعني عمل خاصيه البنش بوست زي ما انت شايف. الراجل قدر يجمع من الدكه 24 نقطه. طبعا 24 نقطه على اربع لاعبين المفروض على الدكه، يعني كل لاعب جايب له ست نقاط. طبعا انا شايف ان ده معدل مش كويس، لان انت لو بتلعب مباريات الدبل جيم ويك الاربع لعيبه دول لو هيلعبوا هم الاربعه يلعبوا يعني خليك ان هم الاربعه طلعوا بلانك يعني بثمان نقط في الجوله الاولى وثمان نقط في الجوله الثانيه، هيجيبوا لك 16 نقطه على فرض ان الاربع لاعبين طلعوا بلانك المباراتين. وطبعا ده عمره ما هيحصل. لازم واحد فيهم هيعمل كل مباراه، على الاقل فيهم اثنين او ثلاثه هيعملوا. انت لو بتلعب مباريات دبل جيم ويك وحاطط بنش بوست، اقل حاجه هيجيب لك 40 نقطه 50 نقطه. عشان كده انا شايف ان دي طبعا هو كده خسران في مجموع النقاط اللي جابه، هو كده خسر خاصيه على الفاضي ما استفادش منها، لان هو 127 هو كده يعتبر بعيدا عن البنش بوست جايب 103 نقطه. ولو احتفظ بال 103 نقطه من غير بنش بوست فبصراحه كنت احييه وكان كده هيكمل معانا، لانه كان هيفرق كتير في نهايه الموسم. انما الناس اللي هتستخدم البنش بوست في الدور الثاني في مباريات الدبل جيم ويك هتنزله هو كتير، يعني هو هيبص ما عندوش الخاصيه دي. في ناس استخدمتها مثلا هتبص تلاقي الناس جايبه 170 نقطه او 120 نقطه 130 نقطه، وهو جايب ممكن 40 نقطه 30 نقطه، فيلاقي نفسه نزل في الترتيب جامد. فعشان كده انا شايف الناس اللي استخدمت خواص في بدايه الجولات ده مش صح. عامه استخدام الخواص في الدور الاول كله ده كلام غلط، وكل ده هينزلك في اللعبه بس شويه كده ولقدام. سيبك من الترتيب اللي انت شايفه دلوقتي، ده كله ترتيب وهمي ملوش اي قيمه. الترتيب الحقيقي بيبان بعد 10 جولات لما تبدا تبان الفروقات باستخدام الخواص، وبيبان اكتر في الدور الثاني مع استخدام اغلب الخواص. عشان كده انا شايف ان الترتيب الوهمي ده الناس اللي انت شايفها دي كلها هتنزل في الدور الثاني. طيب كمان عندك الثاني على العالم الراجل استخدم تريبل كابتن جاب 13 نقطه في هالاند. عمل هالاند تريبل كابتن استفاد منه ب 13 نقطه كلنا. هالاند بالنسبه لنا اللي عاملينه كابتن جاب لنا 26 نقطه، هو جاب له 39 نقطه يعني استفاد ب 13 نقطه بس. طيب هالاند لو عمله تريبل كابتن او اي لاعب عمله تريبل كابتن في الدور الثاني في مباريات الدبل جيم ويك، على فرض مثلا ان اللعيب ده عمل في المباراه الاولى هدف مثلا مع اسيست والمباراه الثانيه هدف او اسيست، هيبص يلاقي نفسه مثلا ايه، يعني جايب لا يقل عن 50 نقطه 60 نقطه. لان دي حصلت الموسم اللي فات، شفنا صلاح في جوله طلع بحاجه وخمس، يعني تقريبا واحد كان عامله تريبل كابتن. صلاح ما شاء الله يعني في المباريات الدبل جيم ويك احرز في المباراه الاولى والمباراه الثانيه وعمل يعني شغل عالي، تقريبا طلع بحاجه و70 او حاجه و80 نقطه من ورا صلاح. قبل كده انا شفت ماتيتا في جوله واحده جاب 27 نقطه اللي هو دبل جيم ويك برضو، واحد كان عامله تريبل كابتن عمل له 81 نقطه. فانا شايف ان التريبل كابتن ان انت تستخدمه برضه في الدور الاول، فالراجل ده كده اخطا ما كسبش كتير. هو لو يعني هو لو خصمنا منه ال 13
من ال 127 اللي جابهم، يعني الراجل حاصل على 114 نقطة. لو كان كمل بال 114 من غير ما يستخدم خاصية التريبل كابتن كانت هتفرق معاه في الترتيب في الدور الثاني. نفس الكلام زي ما انتم شايفين كده يا شباب، الثالث على العالم برضه استخدم تريبل كابتن جاب 13 نقطة، هو نفس الكلام اللي قلناه على الثاني، هو نفس الكلام بالظبط، مش هيستفيد. طيب معنى كده يا شباب ان الناس المفروض الناس اللي تجيب 76 نقطة زي ما انتم شايفين هم دول كده تمام. يعني انت لو راجل جايب 76 نقطة 72 نقطة، المهم انك تعدي مثلا ال 72 ال 73 فما فوق من غير ما تكون استخدمت اي خواص، اذا انت كده ممتاز بالنسبة لك، انت كده ماشي مظبوط وكمل على كده. طبعا بلاش تعمل سوالب طالما انت ماشي معاك مظبوط. كمان بلاش تعمل تغييرات ملهاش لازمة، ودي هنقول عليها لقدام. اما لو انت من الناس اللي جابت 64 نقطه او 65 نقطه، فنصيحه ليك ما تعملش اي سوالب، لان الموضوع كده بالنسبه لك هيكون متعب، ان انت متاخر في الترتيب. معنى ان انت تعمل سوالب يا شباب ان انت كده بتتضرر اكتر. تاني حاجه ما تعملش تغيير على لاعب هيعمل حاجه، زي وليكن مثلا انت عندك فيرتس ما عملش حاجه الجوله اللي فاتت وجاكبو احرز هدف، فمش معنى كده ان انت تروح تشتري جاكبو وتبيع فيرتس. بالعكس ممكن فيرتس هو اللي يعمل الجوله الثانيه وجاكبو ما يعملش، فانت تكون كده خسرت. او بمعنى ان بوين ما عملش الجوله اللي فاتت وقدوس صنع هدفين، انك على طول تروح بايع بوين وتستبدله بقدوس. انا شايف ان ده بالصح، طالما بوين ما عملش الجوله اللي فاتت لازم يعمل الجوله الجايه او اللي بعديها، وقدوس مثلا هيغيب مباراه او اتنين مش هيعمل. كمان يا شباب تالت حاجة عندنا هي دفاع ليفربول. يعني أنصح الناس اللي عندها أي حد من دفاع ليفربول اللي هم الأربعة الباكات. الأربعة الباكات يا شباب دول بدلاء لبعض هيبدلوا طول الموسم. يعني أنا شايف مثلا كيركز هيكون هو وروبنسون بدلاء لبعض، بالعكس روبنسون هو الأساس والمفروض كيركز هو الاحتياطي. هنشوف واحد فيهم بيلعب 45 واحد بيلعب 50. كمان نفس الكلام بالنسبة لبرادلي فيرمبونج. أنا شايف إن الاثنين برضو يعني هيحصل بينهم تبديل كتير، الواضح كده إن المدرب مش هيعتمد عليهم بصفة أساسية. عشان كده انا شايف ان انت تتخلص من دفاع ليفربول ايا كان، مش دفاع ليفربول بس، اي لعيب عنده لعيب بديل ليه هينزل يشاركه في عدد النقاط او عدد المباريات او عدد الدقائق، انا شايف ان انت على طول تستبدله بلاعب يكون اساسي 90 دقيقة. كمان يا شباب تالت حاجة عايزك تتخلص من اللاعبين الغير أساسيين، زي إيزاك اللي ما بيلعبش خالص، زي ميرفي اللي هو بقى يقعد دكة طبعا لواحد زي إيلانجا. زي كمان مثلا عندك سولانكي. وطبعا سولانكي حاليا بقى دكه ومعاه بديل هو ريتشارلسون. كل اللعيبه دي المفروض ان انت تتخلص منها. اي لعيب هو دكه او مش اساسي زي هافيرتس، كل اللعيبه دي طبعا ما بقتش اساسيه في فريقها دلوقتي. لو عندك لعيب منهم حاول تتخلص منهم. اخر حاجه انصح بيها الناس اللي هي جايبه نقاط قليله، وطبعا الناس اللي جايبه نقاط كتيره ايا كانت، تخلص باللاعبين مشتركين في المساهمه. يعني ايه زي مشتركين؟ يعني اول مباراه لفريق الارسنال شفنا جيوكريس لعب طبعا 59 60 دقيقه وبعد كده عمل تبديل نزل هافيرتس. انا شايف ان جيوكريس تصبر عليه مباراتين كمان، لو لقيناه كل مره هيغير في الدقيقه 50 في الدقيقه 60 او حتى في الدقيقه 70، لا استبدله، هات كريس وود هات واتكنز هات اي حد هتستفيد منه اكتر من كده. انما لو الراجل خلاص استمر على الدقيقه 80 و90 وكانت بس ظروف مباراه اول مباراه، فخلي جيوكريس معاك. انما لو هنشوف هافيرتس هيعمل معاه تبديل ومشاركه معاه في عدد النقاط وعدد الدقائق، لا خلاص يبقى سيبك من جيوكريس. كمان عندك واحد زي ديلاب، واحد زي جواو بيدرو. حاليا لحد دلوقتي جواو بيدرو هو الاساسي، ولكن ديلاب برضه موجود يا شباب، ممكن نشوف في اي مباراه ديلاب هو الاساسي وجواو بيدرو هو الاحتياطي. فلو لقينا جواو بيدرو في الفتره القادمه برضه بيبدل كتير هو وديلاب او بياخدوا من عدد مباريات بعض او نقاط بعض، انصحك ان انت تستبدله زي ما قلت لك وتجيب مهاجم. كمان عندك جاكسون اللي ما بيلعبش خالص، برضه ما ينفعش ان انت تنزله. فانا شايف ان فريق زي تشيلسي عنده ثلاثه مهاجمين هيحصل بينهم تبديل كتير. يعني لو جواو بيدرو حسينا في وقت من الاوقات ان هو مش مستمر، انصحك ان انت تبدله على طول. كمان يا شباب يعني دي بعض النصائح. فانا شايف ان انت لو جايب مثلا 76 نقطه دي حاجه فوق الممتازه، ركز عليها كمل على كده يا شباب، ده كده انت مستواك 100 100. حاول تستعد للجوله الثانيه ان انت تجيب نقاط نفس النقاط، لان انت طول ما انت ماشي على مستوى 76 نقطه انا اضمن لك الاول على العالم من دلوقتي. انما الناس اللي جابت 65 وجابت 55 دي طبعا لسه بعيده، محتاجه تركيز اكتر، محتاجه تنفذ الكلام اللي قلناه علشان تقدر تعلى في الترتيب شويه. يعني بلاش تتسرع، بلاش. انا عايزك تبص للبطوله كمجموعه مباريات، يعني ما تزعلش ان في لعيب ما عملش حاجه، طالما انه لعيب خامه كويسه وهيعمل خليه معاك مسيره هيحرز. زي ما قلت لك ساكا جيوجريس الناس دي ما عملتش اول جوله، بوين باكيتا، ولكن فيرتس كل الناس دي ما عملتش حاجه اول جوله، لكن متاكد ان هم يعملوا الجوله اللي بعد كده. والناس اللي اتالقت في اول جوله ممكن عادي جدا اشوفهم تاني جوله ما بيتالقوش، مش معنى كده ان انا اروح ابيعهم برضو، ولكن انت استمر على المجموعه اللي معاك. طالما
لاعب خامته كويسة وبيجيب نقاط خليه معاك يا شباب. أتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.